السلام عليكم حبايبي، يا رب دايما تكونوا بألف خير. زي ما انتم برجاء شايفين ربط حزام جناح المقعد. الطيارة يبقى أكيد مسافرة. تمام، تعالوا بقى نشوف ادي فوق الضباب، يعني سبحان الله، فوق فوق فوق. زي ما الواحد بيشوف كده الطيارة بتبقى كأنها نمنمة صغيرة فوق خالص. وصلنا بسلامة الله. وزي ما انتم شايفين فين اهو، زي ما انتم شفتوا احنا في تونس، تونس الخضراء. فروحنا نعمل الخطوط. تمام، عشان يبقى معانا خطوط في تونس وكده. وبعد كده نزلنا وسط البلد في تونس. دي وسط البلد. تمام. نسيت والله المباني اللي انا بصورها دي اسمها ايه، بس هو ادي انتوا شايفين الاعلام بتاع تونس في كل حتة. هي طبعا النافورة كانت في الاول كان في حمام. كل الصناعات وكل الحاجة زيها زينا بالظبط، يعني بنسبة كبيرة جدا، يعني 80% زينا. يعني أنا كنت بتمشى هناك كأني ماشية في خان الخليلي. تمام، عندهم الصناعات الجلدية، المنسوجات، العبايات، الجلاليب. تمام. الفضة، منطقة الصاغة، ادي الخشب، السرسوع. وعندهم الخزف، ما يميزهم هناك الخزف. تمام. احنا برضو عندنا خزف، وعندنا فخار، يعني زيهم بالظبط، بس هم ليهم رسومات في الخزف، فده اللي بيميزهم. دي هنا الستاير، زي ما انا قلت لكم منسوجات، والشنط، يعني حاجات ممتازة وجميلة. طبعا انا بقول لكم احنا عندنا زيها، بس بما ان احنا في بلد عربية ورحنا وسافرنا هناك، فما فطبعا لازم نشتري هناك. احنا بنشجع السياحة، فطبيعي واحنا نازلين هناخد هدايا، هناخد حاجات لينا. فده الطبيعي يعني. المهم ان شاء الله، يعني هصور لكم بالتفصيل بقى في المكان بتاع الفخار، في ليه مكان مخصص في الجولة التانية، والمكان بتاع النحاس. ماشي. ده بقى جامع مشهور هناك اسمه مسجد الزيتونة. هو ما بيتجمع فيه كبار الأئمة هناك. وده يعني بيعتبروه زي مسجد الأزهر، جامع الأزهر. تمام. ده بقى هنا برضو الخوص والنحاس. وهناك الناس الدقاق ده اللي هو الشخص اللي بيقعد بقى يدق على النحاس ويعمل أشكال وكده يعني. وادي برضو هنا الخزف. يعني يعني حاجات بتفرق بسيطة. يعني احنا عندنا الطربوش، هناك عندهم الطاقية اللي هي التونسية. تمام. ودي شكل ادي الطاقية التونسية اهي. تمام. كل يعني الناس بقى صناعات كتيرة احنا مشتركين فيها. عندنا هنا الفن المعماري، وهنا الجوامع القديمة. تمام. ده جامع حمودة باشا. يعني احنا برضو مشتركين برضو في المعمار، الفن المعماري الجميل، يعني حاجات تراثية هناك. ده احنا هنا كنا من فوق في المرابط. هناك في مرابط هناك جميلة. هنا بقى رحنا سيدي بوسعيد. سيدي بوسعيد برضو مزار، بحيرة بنشوفها من فوق الجبل، بس بنطلع لها مطالع كده. وانا للاسف المطالع دي بنطلعها على رجلينا. تمام. فيها مناطق كافيهات ومحلات زي اللي احنا شفناها في وسط البلد. تمام. بس المشكلة ان انا ما كملتش عشان المطالع تعبتني. فانا قلت لا، استوب، انا ريحت وقعدت في كافيه. اللي بيميز بقى سيدي ابو سعيد، كل حاجة هناك زرقاء، شبابيك زرقاء، بيبان زرقاء. hacia Rua Abu el Qasem Chebi. ندخل بقى هنا على سوق النحاسين. تمام. هو برضو يعني جنب الشوارع اللي انا قلت زيها زي بتاعت خان الخليل وكده. يعني عندنا هنا كان قابلني قبلها واحد كان بيدقق كده على النحاس. تمام. فبرضو الناس شغالة بإيديها هناك وكده يعني.
على حسب ايه حاجة العميل يعني ما يطلب. زي ما انتم شايفين حاجات جميلة جدا، شغل النحاس الأبيض والأصفر، بس هو معظمه هناك اللي واضح ده اللي هو الأبيض اللي شبه السيلفر يعني حاجات تحفة يعني. ما يميزهم هناك يعني اللي بياخد حاجات زي كده خدها هدايا سوفونير كده، استعمال شخصي. مفيش حد هيسافر وما يجيبش حاجات من دي. طبعا كل محل فيه حاجات كتيرة جدا، من الواحد مش عارف يصور ايه ولا ايه يعني، كل حاجة لوحدها محتاجة تاخد لها صورة يعني حاجات بجد رائعة. معرفتش اصورها كويس، ناس كتير وكده، يعني وده بعض من الحلويات اللي كانت في الفرح، ودي هدايا بتوزع على المدعوين وهم ماشيين. زي ما انتوا شايفين ده بقى كان سبب سفري، فرح اخويا ربنا يسعده يا رب ويتهنى وعروسته. فطبعا المقطع ده ما فيهوش موسيقى عشان للاسف الاغنيه اللي كانت شغاله في المونتاج، ولما انا عملت ابلود اخدت كوبي رايت، فعدت تاني وقلت بلاها الاغنيه دي. تمام. اهم حاجة يكونوا مبسوطين ويكون الفيديو عجبكم، ولو وصلتوا لحد هنا اتمنى اللي شاف الفيديو تكونوا يعني عجبتكم يعني جولتنا في تونس، يعني اللي هي السريعة. وطبعا ما ننساش ونقول لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس على وتدوسوا لايك، واشوفكم على خير ومع السلامة.